بقلب في اليوتيوب من شوية، اتفرجت على فيديوهين وجعوا قلبي قوي. فقلت لا، انا هدخل اتكلم معاكم كده ونشوف الدنيا ايه، يعني ناخد رأي بعض. جايز اكون انا فاهمة غلط. قبل اي حاجة وحشتوني، اجازة سعيدة، طولت عليكم وانا في الغياب. بس قلت بقى اسيبكم تكملوا رمضان براحتكم وتعيدوا براحتكم وتتبسطوا. وطبعا انا زعلانة ان انا رجوعي بفيديو رخم كده، بس والله يعني بصراحة الفيديو نكد عليا جامد يعني. الفيديو كالتالي. طبعا احنا كلنا عارفين ام جنى. انا على فكره مش داخله ان انا اتكلم عن حد، انا داخله بس والله عندي تعليق بسيط كده. حاجه وجعتني، حاجه لمستني يعني. المهم كنت بتفرج على فيديو لاحمد اخوها. طبعا هو عنده قناه برضو على اليوتيوب يعني. المهم ايه، الفيديو لفت نظري قوي. اللي هو بيعمل ايه بقى في الفيديو؟ ايه يا ماما، انا جيتلك يا ماما، انا جايبلك اكل يا ماما، بص انا باكلك في بقك يا ماما، بص انا جايبلك ايه يا ماما، بص انا غسلتلك التلاجة يا ماما، بص انا هعدي عليكي تاني بالليل يا ماما، بص انا هديكي العلاج يا ماما، بص انا. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتتاجر بعلاقتك بماما؟ يعني دي اول حاجة انا شفتها للوهلة الاولى كده، اللي هو يعني اللي انت بتحكي فيه اصلا بديهي. دي امك وانت ابنها الوحيد يعني. فالقصة بديهية جدا. فهي انا شايفة ان هي مش مستاهلة كل الحركات. انت مش بتعمل اعجاز، مش بتعمل حاجة ما حصلتش، مش بتعمل حاجة محدش بيعملها. لا، انت بتعمل اقل من الطبيعي، اقل 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 من العادي. بمعنى يعني انا بدل ما اسيبها لوحدها في شقة، لا، ما انا اخدها عندي. بدل ما انا جاي اديها حاجة، عمال بقى بعمل فيديو عشان الم مشاهدات على حس ماما. انت بتعمل ايه؟ ده ولا انسانية ولا رجولة ولا ادمية ولا اي حاجة خالص خالص اللي انت بتعمله ده. اقسم بالله الفيديو يعني يخلي الواحد آه، تبقى قاعد اللي هو مستاء. حاجة بشعة. لا، انا جايب لك اكل يا ماما، انا باكلك يا ماما، ده انا ابنك يا ماما، ده انا حبيبك يا ماما. لو انا مش هاكلك يا ماما، مين هياكلك يا ماما؟ هو انت ما تعرفش تقفل الفيديو ده وتاكل ماما؟ ولا انت ما بتعملش ده كتير، فبالتالي لما جيت تعمله حبيت توثقه؟ اصل هي ما تحسبش غير كده. مش سوء نية مني، لا خالص، هو انا ما اعرفكش، بس انا مش هعمل خير. او هو بعيدا عن اعمال الخير، دي امك اصلا، انت بتحكي في ايه؟ امك جايبه عمال تحكي يا ماما يا ماما يا ماما، وانا جيت عملتلك التلاجة يا ماما، اصل انا غسلتلك التلاجة يا ماما، اصل انا هديك العلاج برشامة من كذا وبرشامتين من كذا يا ماما، هعدي عليكي بالليل يا ماما، هديكي مش عارف ايه يا ماما. انت بتعمل ايه؟ ايه العك ده؟ ايه العك وايه القرف ده؟ انت محتاج تصور فيديو وانت جاي بتعمل حاجة لمامتك؟ ولا انت جاي بتعمل اثبات حالة؟ ان هو بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة، انا ابن بر جدا وجاي اعمل كذا لماما. المهم، ده كان رد فعلي المبدئي اول لما شفت الفيديو، اللي هو ما عجبنيش الكلام. فانا فيا طبع كده ان انا اي حاجة بشوفها، حتى لو بوست على الفيسبوك ولا كده، اقرا الكومنتس. المهم دخلت على الكومنتس، فعلا لقيت كلام مش حلو، والموضوع قلب بخناقة ما بينه وما بين مين؟ ما بين اخته ام جنى. طبعا الكل عارفها. اتاري القصة اكبر من كده بكتير. يشاء القدر في نفس اللحظة الاقي لايف كانت رافعاه امبارح ام جنى، بتحكي فيه عن مساوئ اخوها وعلاقته بماما. وفجأة الموضوع تحول من اننا اسرة في عيلة واحدة بيجمعنا صلة قرابة وصلة دم وصلة خير وصلة عشرة ومعيشة واحدة واخوات، لاننا بقينا اتنين بنردح لبعض على السوشيال ميديا
وكأن كل واحد فينا استغل ان انا لامم شوية ناس وقاعد حواليهم، قاعد بحكي حواديت. اقسم بالله اللي بيحصل منتهى قلة الادب. وبرضو انا دلوقتي مش بعيب في اشخاص قد ما انا بعيب في افعال. بمعنى، انت دلوقتي عملت الكلام ده، قامت اختك داخله قايله ايه؟ هو انت دلوقتي طلعت عمال بتاكل امك وبتعمل لامك عشان تطلعني انا الوحشه وان انا ما بعملش حاجه؟ هي مش دي امك اللي انت قلت انا مش عايز اخدها عندي عشان هي هتبقى السبب في طلاقي؟ ومش دي امك اللي انت واخد منها الفيزا بتاعت المعاش عشان او بمعنى صح واخد منها الفيزا بتاعت المعاش ومش راضي تديها لها؟ مش دي امك اللي انت قلت لا انا مش هاخدها عندي بعد ما قسمنا دنيتنا ان كل واحدة فينا تاخد امها 3 شهور؟ وفجأة الكلام اتحول لايه؟ لان طب ما هو لما انت قلت مش عايز تاخد امك، طب ما انا كمان جوزي هيقول لي ما انا مالي، ما اخدهاش انا كمان. انتوا بتعملوا ايه؟ طيب انتوا ناس بتعكوا اصل هي ملهاش وصف تاني. انتوا ناس بتعك وبتقل ادبها. عشان انا شايفة ان كل ده على فكرة كلمة بتقل ادبها دي مش شتيمة. بتقل ادبها ده وصف لفعل معين. انت بتقل ادبك مع امك. انتوا متخيلين بقى لما امكوا دي مثلا تيجي تتفرج على فيديو من اللي انتوا عاملينه ده، اللي انتوا قاعدين تحدفوها لبعض، هيبقى احساسها عامل ازاي؟ اللي هو انا فجأة ربيت وكبرت وعلمت وتعبت عليهم وهم عمالين يحدفوني لبعض وهم مش عاوزيني. ولادي اللي انا ضيعت عمري عشانهم انا بالنسبة لهم تقيلة. فكرتوا في ده لحظة؟ طيب انتي فكرتي في انك بتقولي انت بتفرض عليا ان انا اجيب لها تلاجة، وبتقول ام جنى اللي تجيب التلاجة وعشان هي ربنا كرمها؟ طب انا اشمعنى اجيب لوحدي؟ طب وهي بعد عمر طويل هتروح لمين؟ يا شيخة ده انتي لو بتطلعيها لله، بعيدا عن امك بقى خالص، انتي لو بتطلعيها لله مش هتحسبيها كده. فكرتي في احساسها وانتي قاعدة تقولي كده انا بعمل وبودي وبجيب وبعمل وبودي وبجيب، وانا قلت ان انا هاخدها زي اخواتي كل واحد 3 شهور وانا مش ملزمة وانا انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعكوا امكم. يعني عارفين انا قعدت اللحظة كده تخيل، يعني انا دلوقتي بربي وبكبر وبحرم نفسي من حاجات كتير وباجي على نفسي في حاجات كتير وبحط ولادي اولويات. آه وهيجي اليوم اللي ولادي يرموني على بعض عشان مش عاوزيني. طب احنا نتعب نفسنا ليه؟ يعني اضحي ليه اتعب ليه طالما في كلا الحالات ما فيش المقابل؟ اصل هي الدنيا مش ماشية على وتيرة واحدة. الدنيا مش خد بس، الدنيا خد وهات. طول ما انا باخد لازم ادي، لكن ان انا هتعود ان انا اخد بس مش هتكمل خالص. انا الكلام عمال يلف ويدور في دماغي. صعب ان انا بنتها اقعد اقول انا مش لازمني حد وانا مش عاوزة حد وانا من النهاردة ولا ليا ام ولا اب ولا اخوات، انا ماليش غير بيتي وولادي وجوزي بس. انتي لو مالكيش خير في امك وابوكي مش هيبقى ليكي خير في ولادك وجوزك. لما انت كابنها تطلع تقول لا انا مش ملزم وانا مش هاخدها عندي، انا مش هخرب بيتي بسببها. يا جماعة انتوا بتحكوا في ايه؟ عيب. هيرد حد ممكن يقولي طب ما جايز احمد ابنها بيعمل كده عشان هي مثلا
يعني في مقولة بتتقال كده اللي هو يا مكبرنا يا مصغرنا، ان مثلا ست كبيرة فبتبقى بتعمل افعال مثلا مش افضل حاجة مع مراته، او بتتدخل في حاجة، او مش عارفة تتأقلم مع، يعني هي ومرات ابنها مع بعض، ايا كان المبرر. بس انا شايفة ان ما تجيش ان انا اقول لا انا مش عايز امي عندي، انا مش عايز امي عندي، امي لو جت انا بيتي هيتخرب وانا مش مستعد ان انا اطلق مراتي. انا ممكن مثلا حتى لو هجيبها باسلوب تاني، او يعني انا مش عارفة ممكن تيجي ازاي، بس اي حاجة ابعد من اني اقول انا مش عايزها. ما تجيش اني كراجل وامي تعبت عليا وكبرتني وربتني، ان انا اقول ايه، لا ده هي اختي اولى بيها، هي كده كده ربنا كرمها ومعاها، هي تشيلها. انت لو هتأكل امك يعني من اقل حاجة مثلا على قد ظروف بيتك، بس يكفي ان انت تبقى بار بيها. يعني مش بنقولك اكلها لازم فراخ ولحمة وان انت تكسر الدنيا. من اوسط ما هتاكل في بيتك امك هتاكل معاك، على الاقل حتى من منظور الرجولة، ان انا راجل وان انا مش مقصر مع امي. لكن ان انا ابقى مقصر واخد ورقها واخد الفيزا بتاعتها وابقى بتعامل معاها مش كويس، وتدخل اختك تقول انت ازاي بتقول وبتقول وبتقول، انت فاكر لما عملت وعملت وعملت، وفاكر لما امك قالت انا مش عايزه اروح عند احمد تاني عشان احمد بيعمل كذا وكذا وكذا، وفاكر لما امك قالت خلوه يجيب لي ورقي ويجيب لي حاجتي اللي انت واخدهم منها، وفاكر 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 وفاكر. ويا جماعة معلش طالما هو بيقول كذا، طب ما انا كمان جوزي هيقول لي كذا. طب انت قدرتي تقوليها؟ انا لو انا جوزي وحش وقال لي انا مش ملزم بامك او مش عايز امك، لا طالما انت مش عاوز امي انا كمان بلاش مني. اصلا انا لو ماليش خير فيها مش هبقى ليا خير فيك اصلا. انت متخيل ان انا هبقى عليك عن امي مثلا؟ مستحيل، مستحيل. وان احنا بقى نقعد نحدفها على بعض، اصل انا قلت وانت قلت، وانا قلت وانت قلت، وانت قلت وانا قلت، واختك قالت وامك قالت. ده فاكر حتى لما كنت عازمك في رمضان، ضمك واختك مرضوش يجوا مخصوص عشان انت موجود. وفاكر لما حصل كذا كذا كذا، ده هم قالوا كذا، ده حتى اختك قالت كذا. وبدأنا نفتح ونرمي كلام ونسينا صلة الدم، نسينا الأخوية، نسينا ان احنا كلنا في يوم في طبق واحد، نمنا في يوم في سرير واحد، لعبنا في يوم مع بعض. نسينا ان احنا اخوات. يعني اخوات دي كبيرة قوي قوي. لا وبدأ الموضوع بقى ان كل واحد آه، شريك حياته هو اللي يتكلم. يعني هي طالعة بتتكلم، فجأة طلع أستاذ مازن جوزها آه، يتكلم يقول طب أنا اشمعنى أنا لما هو ابنها ومش عايزها يبقى أنا مالي أنا كمان، ولما أنت بتقول مش عارف ايه بيسخن. طب ما أنا أقول الكلمة الطيبة، ابنها وحش، ابنها أوحش واحد في الدنيا، بنتها وحشة، بنتها سيئة جدا. طب ما أنا أقول الكلمة الطيبة، أقول الكلمة الطيبة بدل ما أنا عمالة أقول ايه. ألطف. انت تقوم من هنا والتاني مراته تقوم من الناحية التانية وتقول له لو امك جت انا هتطلق وحاجة كده. طب ما ترموها، جربوا كده ترموا امكم. اقول لكم حاجة، حطوا لها منوم وسيبوها في الشارع وامشوا، يلا تبقوا ترتاحوا كلكم. يعني هي امنا هتقعد توجع في دماغنا بقى؟ لا احنا كل واحد عنده بيته وعياله، انا مش فاضي لحد. انتوا عكاكين، انتوا عكاكين ومش كويسين. انتوا لو كويسين لحظة هتفتكروا الست دي تعبت معاكوا ازاي، ومش هتطلعوا تتكلموا كده بكل بجاحة ان احنا مش عايزين امنا، وان لا تقعد في شقتها،
ماشي تقعد في شقتها. طيب وفرتوا ليها بقى المقومات اللي تأهل لها ان هي تقعد في شقتها، بما انه كلكم حاليا يوتيوبرز وناس بتكسب بالدولار، عقبالنا زيكم كده يا رب بأمر الله، ربنا يزيدكم ويرزقنا زيكم. فكرتوا بقى توفروا لها مقومات الحياة اللي تأهلها ان هي تعيش عيشة آدمية؟ لا لا. واحدة قاعدة في بيت التلاجة بايظة، مفيش بوتاجاز، مفيش شاشة، مفيش مروحة. طب والنبي هانت عليكم؟ يعني انتوا ناس فالحين تقولوا قوي انا بعمل خير كذا وبجيب كذا وبوزع للغلابة كذا وبجيب وبودي ورايحة اشتري دهب واعمل واسوي. طب ما الاقربون اولى بالمعروف. بدل ما اذبح عجل بكام الف جنيه، لا الكام الف جنيه دول اجيب لامي تلاجة، اوفر لامي حياة كريمة. ده انا هدخل بيها الجنة اكتر من غريب. الاخ اللي طالع جايب طبق رز وملوخية وحتة فرخة وجاي يتفشخر قدام اليوتيوب وقدام الفيديوهات ويفرج الناس ويقول لهم إيه انا باكل ماما، انا باكلك في بقك يا ماما، انا بجيبلك يا ماما. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت كراجل، كراجل الرجولة قالت لك تعمل ده؟ الانسانية قالت لك تعمل ده؟ البر بأمك قالت لك ان انت عشان تجيب لها لقمة تعمل عليها فيديو؟ طب انت بما انك رب أسرة وعندك طفل، لما تكبر هترضى ان ابنك يعمل فيك زي ما انت بتعمل في امك؟ مش هترضى طبعا. بس احنا ناس مش عادلة، احنا مش بنحكم بمكيال واحد، احنا بنحكم بمكيالين. احنا هنرضى عليها، هترضى على امك ان هي يتعمل فيها كده، بس وقت لما يجي دورك انت هتبقى زعلان قوي، هتقول ابني ده مش كويس، ابني عمل وسوى ورماني وعملني وسواني. بس كله سلف ودين، اللي انت بتعمله دلوقتي هيترد لك بعدين. وقت لما يجي لك بعدين يبقى افتكر ان ده اللي انت عملته زمان، ما تنساش. وانتي اللي بتقولي دلوقتي انا ولا ليا ام ولا ليا اب ولا استنيها من عيالك بعد كده. استني نفس الجملة بالظبط من عيالك بعد كده. الديان لا يموت، وربنا مش بيظلم حد. لازم هتاخدي حقك، ولازم اللي قلته هيحصل. قبل ما انتي نازلة كده ربنا يزيدك تجيبي حاجة دهب، فلوس الدهب دي هاتي بيها حاجة لأمك راضيها. الست اللي انتوا سبتوها ومشيتوا دي المفروض هتعيش ازاي يا بشر؟ يا بشر هتعيش ازاي؟ فكرتوا ازاي ان انتوا تعملوا كده في امكم؟ حاطين على نفسكم خيمة ضامنين ان انتوا ولادكم ما يعملوش فيكوا كده لما تكبروا شوية؟ ده انتوا هيتعمل فيكوا كده واكتر مليون مرة. زي ما انتوا قاعدين تقولوا لا احنا كل واحد فينا هياخدها 3 شهور، فانا اكتر من 3 شهور انا مش ملزمة بامي، وانت تقول لا انا كده كده مش هاخد امي خالص ولا يوم ولا 2 عشان اخاف على بيتي لا يتخرب. ليه يا ابني؟ ليه امك بتاكل وتمسح في راسك؟ ما بتاكلش وتمسح في راسك، على اعتبار ان هي بتاكل وتمسح في راسك وان امك دي اوحش حد في الدنيا. وفر لها الحياة الآدمية في المكان اللي انت سبتها فيه. سيب لها معاشها يا اخي، سيب لها معاشها، سيبها تعيش. لكن احنا ولا هنرحم ولا، لا. انتوا صعبين ووحشين، والفلوس غيرتكم. اقسم بالله الواحد نفسه ربنا يرزقه بفلوس عشان يراضي اللي حواليه زي ما هيراضي نفسه. لكن انتوا عملتوا ايه؟ انا مش عارفه. بتفكروا ازاي؟ هانت عليكم امكم؟ مش عارفه. بمناسبة الخير كده، انا بلاقي نفسي ساعات بسرح واقعد افكر واتخيل حاجات كده، اللي هو يا لو الواحد معاه فلوس كذا، ده انا اجيب كذا ليا ولاخواتي، واجيب كذا ليا ولاخواتي، واجيب كذا ليا ولاخواتي. مش معنى اخواتي اللي هو اخواتي لوحدهم، لا، المقصود اللي هو للعيلة. اللي هو انا نفسي
اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله، يمين ربنا يحاسبني عليه. انا بيجيلي اوقات كده بقعد افكر تفكير اللي هو لا، انا محتاجه مليارات عشان اعرف احقق اللي انا عايزاه. مش طمع، لا، عشان اكفي اللي انا عايزه ارضيهم دول كلهم. يعني الاقي نفسي عماله افكر انا عايزه اجيب مثلا لنفسي حاجه معينه واجيب زيها لاخواتي، احنا 4، اجيب زيها ليا انا واخواتي، وزيها لبابا وماما، وزيها اراضي بيهم اخوات جوزي. اللي هو من البر اصلا ان انت تبقى كويس مع الكل. بعيدا عن البر، من الانسانيه ان انت تبقى كويس، من العشره. انا من النوع اللي اتربيت على انك لو كلت مع حد في طبق عيش وملح كده، انت خلاص في بينكم معروف، انتوا يعني في ما بينكم خير، فما ينفعش تنساه. لكن ان انا ابقى حد اللهم بارك مليونير، ربنا يزيدها ويرزقنا زيها يا رب، واستخسر في امي، لا يا شيخ، لا يا شيخ. ومش مكسوفه كده ان انت جايه تقوليها قدام جوزك؟ طب ما انت دلوقتي طالما بتقول كذا وان انت مش عايز امك، طب ما انا كمان جوزي يجي يقول لي طب وانا مالي؟ وانت هتسمحي له يقول لك وانا مالي؟ انت هتسمحي له يقول لك انا مالي؟ ده امك هترميها عشان خاطر جوزك؟ ومش معنى كلامي ان انا بقلل من علاقتك بجوزك خالص، علاقتك بجوزك حاجه مهمه جدا 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 جدا، بس علاقتك بامك حاجه اهم جدا 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 جدا. وده الطبيعي على فكره. انا واحده من الناس لو جوزي مثلا خيروه ما بيني وما بين والدته الله يرحمها، هي طبعا كانت ست عظيمه، يا رب يرحمها يا رب ويغفر لها ويسامحها، آه، هيختار امه. ودي حاجه ما تزعلنيش، بالعكس، هو حد بار بامه، هو لو ملوش خير فيها مش هيبقى له خير فيا، ده طبيعي. انا ولادي لو حد خيرهم ما بيني وما بين اي حد تاني هيختاروني، وده الطبيعي اصلا، هي دي الفطره اللي ربنا خلقنا بيها. انا مهما كنت سيئه مع ولادي او بعمل حاجه مثلا مش عاجبه ولادي او مش عاجباهم ان انا بعمل حاجه غلط، هم عقلهم مثلا لسه كطفل مش مدرك انت بتعمل ايه، او انت بتقول لا على الحاجه ليه، او انت بتتصرف بالاسلوب ده ليه او. فانا مهما شديت على ولادي وقلت لهم على حاجه لا، او اختلفنا او ايا كان، بس مسافه ما هيشوفوا حد بيجيب سيرتي هياكلوه، هياكلوه بسنانهم. هي دي الفطره اللي ربنا خلقنا عليها. لكن ان انا اقول طب ما انا اجيب تلاجة لامي ليه، هو انا ضامنه بعد كده مين اللي هياخد التلاجة دي؟ امك. امك انتوا سايبينها في مكان مش ادمي، هين عليكوا ازاي، هين عليكوا ازاي. انا كنت معاها في نقطه معينه، هي لما جت بتتكلم بتقول انا قلت هعمل شقه لامي في البيت اللي انا اشتريته، بس انا مش هكتبها باسم امي. انتوا جايين تقولوا لي ان انا اكتبها باسمها، لا انا مش هكتبها باسمها، اكتبها باسمها وبعد عمر طويل ليها يجي اخواتي يجوا اخواتي يشاركوا ولادي يقول لهم لا اصل دي بتاعت امنا. انا معاها في ده، انا معاها في ده. بس قامت عكها في الاخر وقالت ايه بقى؟ قالت الشقه دي هتبقى موجوده لامي ال3 شهور بس اللي هم بتوعي، غير كده لا. يعني هما طبعا مقسمينها ان كل واحده تاخد امها 3 شهور بس، فالشقه دي انا هسيبها لامي ال3 شهور اللي هي تيجي تقعدهم معايا. طب باقي السنه افرضي اخواتك مش عايزين امك، هترموها؟ انتوا اصلا ازاي ربنا موسع على حد وهو قاعد بيحسبها بالورقه والقلم ناحيه امه؟ طيب انت يا ابني يا بر جدا يا جدع جدا يا حنين جدا جدا جدا، يا اللي بتعمل اللي محدش بيعمله، بدليل انك جايب اكل لماما. انت شفت الست الكبيره في السن دي اول لما اديتها طبق الاكل، الله يديها الصحه يعني، كانت بتاكل بطريقه عامله ازاي؟ يعني جعانه. هانت عليكم ان انتوا سايبينها جعانه كده؟
هانت عليكم يا اخي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم والله. ده انتوا هتتحاسبوا عليها حساب. يا خرابي على اللي انتوا فيه. لا، وبكل بجاحة بيعلق على اللايف بتاع واخته بتاع مجانا، يقول لها ايه؟ انا حر، انا مش هاخد حد عندي، انا حر. خليك حر، بكرة ابنك لما يرميك في الشارع هيبقى هو كمان حر. ما هي الدنيا كده، داين تدين. انت مش حاطط على نفسك خيمة. ويا عالم، ده الواحد في ثانية حياته كلها بتنقلب رأسا على عقب. خليكوا الدنيا واخداكوا وقاعدين بس كده نتفرج على اليوتيوب ونعمل لايفات ونقعد ناكل ونعمل ونسوي. هو ده اللي انتوا بتعملوه في حياتكم؟ بتاكلوا. هو مش صعب ان الواحد يطلع ياكل، بس الاحترام هو اللي صعب. وان احنا وصل بينا الحال ان احنا مفيش ما بيننا احترام كاخوات، وقاعدين نردح لبعض وعمالين نعمل خير كتير بره، لكن نيجي لحد اللي مننا ونقول احنا مالنا نعمل خير ليه؟ اشمعنى انا جوزي هيقولي. جوزك بيخلي جوزك ينفعك. لو نمتي جوزك مش هيسأل عنك، ولا لا هيسأل شوية. عارفة هيسأل ليه؟ عشان انتي البيضة الفرخة اللي بتبيض بيضة دهب، انتي اللي بتفقسي له الدهب الكتير. بس يوم لما يبقى ملكيش لازمة، ويوم لما يبقى ملكيش منفعة، مش هيسأل فيكي. كون ان انت طلعتي كده قلتي انا ولا ليا اخ ولا ليا اب ولا ليا ام ولا عاوزة حد ولا عايزة اعرف حد، انا والله هتندمي عليها ندم كبير. ان ما كانش دلوقتي هتلاقيها بعدين من ولادك. الدنيا لهياكوا بزيادة. الله يعينكم، الله يعينكم، ويعين كل واحد على المهلبية اللي في دماغه، عشان هما دي في دماغهم مهلبية. طبعا في ناس هتستغرب شوية من طريقة كلامي، بس احنا اتفقنا ان احنا كده كده ايه قاعدين على المصطبة مع بعض. والله انا حاليا يعني عندي امتحانات بقى و... قلت مش هفتح يوتيوب خالص غير لما اخلص امتحاناتي. بس انا حسيت ان انا ضايقت، واستفزيت من الكلام. الوضع حسيته مقرف. قلت له اطلع اتكلم معاكم، لعل وعسى الاقي حد يرد عليا. ادعوا لهم بالهدايه، ادعوا لهم كده، وربنا بيزود رزقهم، يزود الحنيه في قلوبهم، عشان هم معدومين الحنيه. هم مش عندهم حنيه، هم يفتقدوا الحنيه دي جامد قوي. ربنا يحنن قلوب ولادنا علينا، ويجعلهم كده برين بينا زي ما احنا برين بيهم، يعني على قد ما نقدر. وربنا يستر من اللي جاي، لحسن ده الايام بتبقى مخبيه حاجات مش حلوه. فيا رب يبقى حظنا حلو وتبقى مخبيانا حاجات حلوه. وطبعا احنا عارفين لو وصلنا لحد دلوقتي، اول حاجه ما ننساش نصلي على النبي في الكومنتس تحت، وما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب، عشان انا مش هكبر غير بيكم وبدعمكم دايما. باي باي.